مناقيب الأشراف السيد عمر مكرم الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية عام 1800 من الميلاد، وكان له دور في تولية محمد علي شؤون البلاد، حيث قام هو وكبار رجال الدين المسلمين بخلع خورشيد باشا في مايو من عام 1805. وحينما استقرت الأمور لمحمد علي باشا في مصر خاف من نفوذ رجال الدين، فنفى السيد عمر مكرم إلى دمياط في عام 1809 لمدة 4 أعوام، ثم نفاه مرة أخرى إلى طنطا في مثل هذا اليوم من عام 1822 ليتوفى بعدها بأيام قليلة.